مرحبا فلويني، شلونكم؟ اشتقت لكم كومو، اسفه لاني منقطعه بس مشغوله هوايه او ظروف وكذا. المهم هذا الفيديو عن مفاهيم اتمنى انه تنقرض لانه هي مفاهيم خاطئه بالرسم. بس قبل أن نبدأ الفيديو، واخيرا وصلنا 100,000 سبسكرايب، انا كلش فرحانة. شكرا على دعمكم، شكرا لكل الناس اللي دعموني، شكرا لكل أصحابي اللي آمنوا بي من البداية. Thank you so much, I'm so grateful. So هسه خلونا نبدأ الفيديو هذا راح يكون بلغوة. إذا مو عاجبك اللغوة كنسل الصوت، شوف الصورة. إذا مو عاجبتك حتى الصورة why are you here؟ So خلونا نبدأ. شوية معتقدات لازم تنتهي، اللي هي أولها أني مو موهوب لأنه ما أقدر أطلع رسمة طبق الأصل. هذا الشي مو صحيح. رجاءً مو الشخص الموهوب معناه شخص يقدر يطلع رسمة طبق الأصل. يعني مثلاً تشوف واحد عمره 16 سنة طلع رسمة طبق الأصل، إذن هذا موهوب، هذا البارحة اكتشف موهبته وقدر يطلع طبق الأصل. هذا مو صحيح. هذا شخص صار يتدرب، وإضافة إلى يمكن سنوات يرسم، وأنت هسه صارلك ترسم قبل شهرين، ولأن لما تقدر تطلع رسمة طبق الأصل لا أنا مو موهوب، أنا مو رسام، أنا ما أدبرها. لعد ليش أكو شي اسمه مستويات؟ ليش أكو شي اسمه هذا متوسط، هذا مبتدئ، هذا محترف؟ إذا كان الشخص الموهوب هو شخص يقدر يطلع رسمة طبق الأصل، أوكي؟ ماكو هيك شي. أكو شي اسمه إنك موهوب بمعنى إنك تقدر تسوي فد شي وتقدر تطور موهبتك، والموهبة كل ما كانت عالية كل ما كان مستوى تطورك أسرع، إضافة إلى التدريب، لأن التدريب يوازي أهمية الموهبة. الرسامين يقولون إنه الرسام 10% موهبة 90% تدريب. إذن إنك ما تطلع رسمة طبق الأصل ما يعني إنك مو رسام أو مو موهوب، يعني إنه مستواك ليس محترف، مستواك متوسط، مستواك مبتدئ. It's normal. كل اللي لازم تسويه إنه تستمر بالرسم، وراح تقدر تصير بيوم من الأيام مثل الأشخاص اللي كنت تباوع عليهم وتقول هذولا محترفين. الشيء الثاني اللي يا ريت ينقرض همينة، أنا ما أقدر أرسم من خيالي، إذن أنا مو رسام. عزيزي عزيزتي، إذا ما تقدرون ترسمون من خيالكم هذا شيء كلش طبيعي، شيء طبيعي. معظم الرسامين، أكثر الرسامين هم يرسمون من نقل، إما نقل صورة، إما نقل من شيء حقيقي قدامهم، حسب الرسام، حسب اختصاصه، حسب الشيء اللي يحبه. أوكي؟ كونك ما ترسم من خيالك ما يعني إنك موهوب. يعني دائما ألقى بالتعليقات ناس ترى أنا ما أعرف أرسم من خيالي، أنا رسامة أو أنا رسام، أنت شنو رأيك برسم النسخ؟ هل رسم النسخ يعتبر رسم أو رسم فن؟ اللي هو رسم النقل وليس رسم الطبع أو الشيف أو الطبع ما أعترف بها. المربعات ما أعترف بها اللي هي الشبكة. anyway، فأنت من رسم حر، يعني بدون شبكة بدون مربعات، ونطلع رسمة تشبهها تقريبا 50% 60%. يا أخي يا أختي كونوا فخورين بنفسكم. أي شخص يرسم رسم حر، إيدك عينك عقلك يشتغلون سوا ويطلعون الرسمة إن شاء الله تطلع 2% تشبهها، مو مهم. كن فخور بنفسك لأنه أنت دا ترسم، لا طبع لا مربعات لا أي هالسوالف هاي اللي ما أعرف شي يسووها. ما تقدر ترسم من خيالك؟ It's okay. مو معناها أنت مو رسام، لأن الرسم أنواع، يعني mainly ينقسم إلى نوعين: النسخ أو النقل، والخيال. والأشخاص اللي يرسموا من خيالهم هم أشخاص عادة تدربوا فترة كلش طويلة. هذول الأشخاص اللي نشوفهم بإنستغرام اللي يقدرون يرسموا وضعيات مثلا صعبة أو هيك شيء، هذول أشخاص متدربين، يعني مو البارحة واليوم قدروا يرسموا من خيالهم. وإذا تشوفون رسومهم القديمة تشوفون الفرق وشون تطوروا. عادي، مو إلا ترسم من خيالك حتى تعتبر رسام. أنا بالنسبة لي إنه الفنان هو اللي يرسم من خياله لأنه بيه خلق وبيه إبداع. بس عادي، إذا مدام إنه تقدر ترسم ومدام أنت تحب النقل وتحب تنقل أشياء قدامك، تحب بورتريت، تحب طبيعة، تحب whatsoever، المهم إنه أنت أيضا تعتبر رسام. فلا تقلل من قيمة نفسك لمجرد إنه أنت مو بمجال الخيال. عادي، هذا مجال وهذا مجال، النقل مجال والخيال مجال ثاني. شيء ثالث يا ريت ينقرض، اللي هو الرسم فقط بورتري وطبيعة. أنا هم دا أشوف هواي رسامين
رسامين مثلا انمي أو رسامين مثلا اللي هو سيمي رياليستيك أو whatsoever يجون يقولوا لي سارة إحنا ما نلاقي تشجيع من الناس حوالينا، ويعني ما نلقى أي تشجيع من أهلنا همينة إنه لو ترسمني وترسم بورتري وأنت الرسام، لو ماكو أنت مو رسام أنت ما تعرف ترسم. ما له علاقة بالموضوع. الرسم مثل ما قلتكم مجالات مختلفة. عادي أنا أحب أرسم بورتري أرسم بورتري، أنا أحب أختص بالبورتري أختص بالبورتري، أنا أحب طبيعة، أنا أحب أنمي، عادي. فأنت إذا تحب شي سويه، لا تسوي شي بس لأنه الناس مقتنعة بيه. الرسم عالمك الخاص، ولأنه عالمك الخاص أنت حر بيه. يعني هواي أشياء بهاي الحياة إحنا مجبورين عليها أو مجبورين إنه نسويها، بس الرسم لأنه عالمي أنا ليش أنجبر أسوي شي أنا ما مقتنعة بيه؟ أوكي، أنا منجبرة إنه مثلا أدرس أو أكمل دراستي حتى أتعين، ومنجبرة إنه أشتغل حتى يعني أعيش، حتى كذا أشياء منجبرة على هواي أشياء. يعني مثلا اللي يتمرض ينجبر إنه يشرب دواء، صحيح، ينجبر يروح للطبيب. بس ليش أجبر على شيء هو أنا بإرادتي مختارته اللي هو الرسم؟ أنتوا بإرادتكم ترسمون، ما لكم علاقة هذا شنو يعتقد وهذا شنو يفكر وهذا يعتبرني رسام لو لا. الرسم شي خاص بيك وعالمك أنت فقط. ارسموا الشي اللي يعجبكم، ارسموا الشي اللي أنتوا مقتنعين بيه، أنمي، كرتون، طبيعة، بورتري، anything، كل شي يعجبك سويه. الرسم عالمك، لا تخلي أحد يفرض نفسه بعالمك الخاص. أوكي، آخر شي أتمنى ينقرض اللي هو الأدوات. إنه لأن هذا عنده أدوات زينة فهو مطلع رسمة حلوة. يعني أحد صديقاتي أدواتها مو زينة وعانت بيهم، واللي يشوف رسمها شو يقول إيه لأنه عندك أدوات زينة، معلم أدواتها مو زينة أي سيئة. مو الأدوات مو وحدها مو كافية. أنتوا يعني مرات يجون يقولوا لي سارة شنو رأيك بهذا الرسمة؟ أنا أدواتي مو زينة. It's okay، يعني مرات أشوف أدواتهم أحسن من أدواتي، بس لأنه أنتم مبتدئين ما تطلعون نتيجة مرضية. ليش دا أقولكم هيجي؟ لأن أنت حتى تعرف أنت من يتطور مستواك حتى لو ما عندك أدوات، لأنه إحنا عندنا مشكلة الأدوات، مشكلة التحصيل على الأدوات. حتى تعرف أنه أنت محتاج خبرتك كنمبر 1. من تحصل خبرتك أي أدوات تقدر تطلع بيها نتيجة، وبعدين شنو؟ تظل تحاول تلقى أدوات زينة حتى شنو؟ تجاري خبرتك. فلا تخافون إذا ما تقدرون تحصلون على أدوات زينة، إذا يعني ما متوفرت لكم حاليا it's really okay. أهم شي خبرتك، وبالخبرة تقدر تطلع من الأدوات السيئة أو من الأدوات البسيطة أشياء تجنن، لأن الخبرة هي نمبر 1. فلا تقلقون إذا ما يقدرون تحصلون على أدوات زينة، it's really okay. أعرف إنه إحنا بالوطن العربي عندنا مشكلة الأدوات، إلا إذا أنت في الإمارات وعندكم فلوس. أوكي، هذه الأشياء والمفاهيم اللي أتمنى أن تنقرض من تفكير الرسامين. وهذا كل شيء للفيديو. I'm sorry إنه دوختكم، ولا تنسون تتابعوني على إنستغرام لأنه دا يصير بي فيديوهات لايف دنتونس كلش. أشوفكم في فيديو جاي. Stay safe, stay happy and always smile. I love you all.